الامتحان رقم 7 في كتاب المعاصر يا صديقي. أول سؤال بيقول لك قول لي العلاقة ما بين ال OH وال BH. طب تعالى نفكر، هو لو في حاجة فيها OH كتير تبقى الكلاين. طب دكتور الالكلاين بيبقى ال BH عالي أكبر من 7، فهلاقي ال BH عالي، ده يسيد ده يسيد، تبقى العلاقة ما بينهم دايركت. طب اللي بعده بيقول لك كمية من البيور ووتر مديك الفوليوم بتاعها ومديك درجة الحرارة 4. لو التمبريتشر قلت للفريسنج بوينت، يعني بقيت الحرارة بدل 4 بقيت 0، يبقى الفوليوم بتاعها when it turns into ice، يعني لما تتجمد والتلج يبقى التنستي بتاعته قليلة. تفتكر هيبقى الفوليوم كام؟ طب ده سؤال احنا كنا حليناه في المراجعات بس نحله تاني. هو مديك المية وهي ليكويد واحنا هنخليها تبقى تلج، قول لي الفوليوم بتاعها لما تبقى تلج كام؟ طب تعال نفكر. بص يا سيدي، احنا هنبص على الميه وهي ليكويد واشوف التنستي بتساوي الماس على الفوليوم. طب التنستي بتاعت الميه وهي ليكويد معروف ان هي بتكون ب1000، لان هي عند درجه حراره 4، فالتنستي ب1000، ومدينا هو الفوليوم ب1، ومش مديك الفوليوم ب1 متر كيوب. تعرف تحسب لي الماس؟ يبقى الماس تنستي في فوليوم تطلع 1000 كيلو جرام. ده كده الميه هي ليكويد، انا اخليها تبقى ايس، فتعالى بقى نحسب والميه ايس. طبعا الماس ما اتغيرتش لان الماس ميه اتكمتت، هي نفس الكتله، بس التنستي بتاعت الايس هو مديها لك بكام؟ ب917، وعايز الفوليوم، تقول لي الفوليوم يساوي الماس على التنستي. اقسم الماس على التنستي هيطلع لك الفوليوم على طول يا صديقي اهو. طب اللي بعده which of the following صح عن الكولينكايما. الكولينكايما دي الخلايا اللي هي النص نص، مش طريه قوي زي البارينكايما ولا سوليد زي السكالارينكايما. فقالتي خلايا ميته، السكالارينكايما بس اللي ميته. طب دي بتبقى قويه والاستيك وفليكسبل، هي قويه وفي نفس الوقت فيها سنه مرونه، دي صح. طب هل دي سوفت؟ السوفت دي البارينكايما فيها الاثنين ده السكالارينكايما، يبقى اصح واحده تاني واحده. اللي بعده بيقول لك الريشيو ما بين الاسموتيك بريشر في الفريش ووتر والاسموتيك بريشر وفي الباتي فلويد. يعني بص يا دكتور، تعال نشوف. لو انا ببص على الميه العذبه، الاسموتيك بريشر يعني نسبه الاملاح. طبعا الاملاح في الميه العذبه بتبقى قليله جدا جدا جدا. طب لو حبينا نبص على كميه الاملاح في جسم السمكه بتبقى كائن حي ففيها نسبه املاح كتير شويه، حتى لو في الميه العذبه. السمك في الميه المالحه عنده املاح كتير، بس في الميه العذبه انت جسمك فيه املاح. السمك اكيد فيه املاح، NaCl يا عم في ايه؟ فلو حبيت تقسم قيمه صغيره على قيمه كبيره هيطلع القيمه less than 1، لان الميه تقريبا 100% فريش ووتر، 100% ووتر ما فيهاش املاح، فالملح في الميه قليل، بس في جسم السمك كانت فيه املاح، فتقسم رقم صغير على رقم كبير يطلع less than 1. اللي بعده مديك 2 سائل وبيقول لك البيكر يحتوي على 220 جرام من الميه في الشكل الاول، ومديك السبيسيفيك هيت بتاعت الميه. قول لي الاماونت اوف هيت، يعني الكيو اللي انا محتاجها عشان الحراره ترتفع وتبقى في الشكل رقم 2. يعني بص الحراره كانت 30 عليت بقت 90، يبقى الحراره زادت 60 درجه، فهو عايز يحسب الكيو. طب سهله، الكيو بتساوي ام في سي في تلتا تي. فالميه طبعا مش هشتغل بالجرام، هجيبها بالكيلو، هقسم على 1000، والسبيسيفيك هيت هو مديهالي، والحراره ارتفعت 60 درجه، اضربهم في بعض يا صديقي هيطلع لي كيو. سهله قوي. طب اللي بعده بيقول لك في الرسمتين اللي قدامك دول حالتين، قول لي اللايت انرجي بيخترق اكتر في انه حاله. طبعا لما يكون النور نازل عمودي هيخترق اكتر، انما لو نازل انكلاينت هيحصل له ريفلكت، حبه هيخترق وحبه ريفلكت. طب يقول لك سمكه في باتي سيرفيس مساحته اهي، مديك الاريا، والسمكه على عمق 5 متر، والفورس اللي بتشتغل عليها تبقى كام؟ مع العلم ان الضغط الجوي مديهولك، يعني مديك البريشر بتاع الهواء. طيب يا دكتور، احنا لو جينا نحسب الضغط على جسم السمكه،
التوتال بيساوي ضغط الهواء زائد ضغط الميه. الميه ضغطها رو شي اتش. طيب بيقول لك يا صديقي ان السمكه دي على عمق 5 متر، وهو مديك الجرافتي احنا عارفينها اصلا 9.8، وكثافه الميه احنا حافظينها ب1000، وضغط الهواء هو مديهولك اللي هو الرقم ده اللي هو 101,300 باسكال. قول لي كده الضغط على السمكه كام؟ هتقوم حاسب بقى ادي ضغط الهواء وتقوم ضارب دول في بعض يطلع لك الضغط بتاع جسم او اللي على جسم السمكه. ماشي. اللي بعده بيقول لك درجه الغليان بتاعت سائل عند قمه جبل 110. يبقى درجه الغليان بتاعت نفس السائل على سطح الارض. فوق الجبل الميه بتغلي بسرعه لان مفيش ضغط هواء عليها. لو نزلت تحت ضغط الهواء هيزيد، هيبقى الهواء كله بيضغط عليها، فالغليان هيبقى اصعب، فلازم اسخنها اعلى من الضغط درجه الحراره بتاعت فوق. فهو المفروض الحراره هتبقى اكبر من 383. يعني هو كمان خلاك تحول تي لكلفن، يعني 110 زائد 273 عشان تطلع بالكلفن تبقى 383. فالدرجه دي بسليسيوس تساوي كذا بالكلفن. ده فوق الجبل. هنزل تحت ضغط الهواء هيعلى فالميه هتغلي بصعوبه، فسخنها الاعلى من هذه الدرجه. طب which of the following always موجود في السكند تروفيك ليفل؟ فاكر يعني ايه تروفيك ليفل في الفود تشين؟ الفود تشين بتبقى مراحل. في بلانت يجي ياكلوا كائن انيمال، الانيمال ده يجي له انيمال اكبر منه يتخسى عليه، وهكذا. دي الفود تشين. تاني مستوى لازم يكون في كائن بياكل البلانت. اول مستوى في بلانت، تاني مستوى حاجه بتاكل النبات. طب مين اللي بياكل النبات في الاختيارات دول؟ الارنب. طب اللي بعده بيقول لك لو الاتموسفيريك بريشر عند قمه الاستراتوسفير بي 1 وعند التروبوسفير بي 2، طبعا التروبو تحت الاستراتو فوقيها، فالضغط بتاع بي 2 اكيد اعلى. كل ما انزل تحت يبقى الضغط عليا عالي، طلعت فوق شويه الضغط قل، فاكيد بي 2 اكبر من بي 1. طب في الميسوسفير طبعا دي الطبقه اللي فوق خالص، فالهواء اللي ضغط عليها اقل منهم، فدي اقل واحده فيهم في الضغط. يبقى الاعلى هي التروبو ثم الاستراتو ثم الميسو. الرياح القطبيه بتبقى رياح ساقعه وكافه، بتيجي من اريا ويز هاي بريشر لاريا ويز لو بريشر. تملي الرياح من الهاي بريشر لللو بريشر احنا حافظينها. طب اللي بعده ما هو هدف استخدام المصادر بتاعه الطاقه الغير مؤذيه؟ فاكر الرينيوبل انرجي، المصادر المتجدده، تشغل الاجهزه بالطاقه الشمسيه والرياح وطاقه الميه. طبعا ده بيقلل استخدام الوقود، فبيقلل الاير بولوشن، ما نستخدمش بقى فحم وبترول يعني. طب اللي بعده بيقول لك النسبة بتاعت المية للنسبة بتاعت الأرض. المية كانت 70% والأرض 30% من الكون، فالنسبة 7-3. الريشيو ما بين عدد الإلكترونات اللي الهيدروجين لعدد الإلكترونات اللي الأكسجين بيساهم فيهم عشان أعمل سنجل كوفالنت بوند في المية. بص المية بتبقى عاملة كده. طب لو حبيت أقارن ما بين الأوقية ساهمت بكام إلكترون عشان ترتبط بالهيدروجينة، عشان اعمل بوند واحده هلاقي في واحده اتش مع واحده او، كل واحده مضحيه بالالكترون بتاعها، فكل واحده مضحيه بالكترون، فالريشيو 1-1. طب اللي بعده يا صديقي بيقول لك ده في تفاعل في انزيم مسك الاكل كسره. مين الانزيم؟ طبعا الانزيم هو ده لان شكله ما اتغيرش طول التفاعل، يبقى الانزيم اكيد اكس. طب مين السبستريت يعني الاكل اللي الانزيم هيكسره؟ دبليو. طب مين البرودكت اللي طلع من التكسير؟ واي. طب which of the following organism بيتنفس بهول؟ عنده خرم يتنفس منه. الدولفين. الدولفين عنده فتحه بيتنفس منها زي مناخيرنا. طب في اللي جاي ده بيقول لك في طالب كتب شويه فاكتور التنستي بتعتمد عليها، فقول لي يا دكتور مين من الفاكتورز دي فعلا التنستي بتعتمد عليها؟ التنستي بتعتمد على الماس، لا الماس اوف الباتي مولكيول، الفوليوم بتاعت الباتي، المسافة ما بين المولكيول. طب تعال نفكر. احنا عايزين نشوف يا جماعة التنستي بتاعت باتي سابستانس، مادة معينة بتعتمد على ايه التنستي؟ هل الماس بتاعت الباتي ولا الماس بتاعت الباتي مولكيول؟ الأدق الماس بتاعت الباتي مولكيول. يعني ايه يا دكتور؟ يعني جبت لك المية، حبة مية معينين،
احنا قلنا لما الماس بتزيد التنستي بتزيد. انا عارف ان التنستي ماس على فوليوم. ماس ايه اللي اقصدها؟ مش معايا حبه ميه فيفرق معايا الماس بتاعت الميه كلها. الماس بتاعت المولكيول بتبقى حاسبه ادق، يعني الميه فيها 10 مولكيول، عايز الماس بتاعت المولكيول. كل ما المولكيولز تبقى اتقل التنستي تبقى اتقل. فهي بتعتمد على الماس اوف المولكيول مش الماس بتاعت الماده وخلاص. شوف المولكيول، كل مولكيول، يعني عارف الحديد المولكيول بتاعه تقيل قوي، تلاقي الحديد رمسه اف اي مش عارف 32 56، يعني الاف اي الواحده 32 56، فهي الماس بتاعتها كبيره. فلما بتيجي تبص على الاتوم والمولكيول تلاقيها تقيله اصلا، فالحديد اوريدي تقيل عكس الهيدروجين H11. فمش مهم بقى الهيدروجين جايبه كميه ميه قد ايه ولا جايب حته حديد قد ايه، كده كده الحديد اتقل لان المولكيول تقيل. طب هل هعتمد على الفوليوم بتاع البادي؟ لا، الفوليوم بتاع المولكيول الحاجه نفسها مش هي اللي فارقه معانا على قد المسافه ما بين المولكيولز. يعني الميه لما باجي اسخنها انا عارف ان المولكيول بتبعد عن بعض فالحجم بيزيد. انا مش ببص بقى على حجم الميه لانها بتحولت لغاز، الغاز ده حجمه مش ثابت، انا يهمني المسافه ما بين المولكيول وصلت لفين. فالسؤال ده مهم قوي وحلو قوي. التنستي ما بتعتمدش على الحاجه، هي بتعتمد على المولكيول اللي جواها. طب اللي بعده، لو انا جبت غاز بكميه كبيره جدا جدا على سطح كوكب، لقيت الغاز موجود بكميه كبيره يعني مش عارف يهرب من الجاذبيه، يبقى اكيد يا دكتور الافكتيف فيلوسيتي بتاعته مقارنه بسرعه الهروب، لا هو كده سرعه الهروب هي اللي عاليه، هو ماشي بالراحه مش قادر يهرب، فيبقى كده سرعته الفعليه اقل من سرعه الهروب. طب بيقول لك مين في الغازات دي لو انا اتنفسته هيعمل لي كربوكسي هيموجلوبين. كربوكسي هيموجلوبين ده بتاع الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد يا جماعه ده وحش، لو مسك في الهيموجلوبين كان بيمسك احسن من الاكسجين من 200 ل 250 مره. لما بيمسك في الهيموجلوبين بيعمل حاجه اسمها كربوكسي هيموجلوبين. طب هو which of the following living organism يعتبر مثال على الادابتيشن مع درجات الحراره القليله؟ مين بيعيش في درجات حراره قليله؟ طبعا الوود فروك اللي بتبقى سائل خشب عايشه في استراليا في كندا والاسكا، والايس فيش اللي عايشه في انتاركتيكا في القطب الجنوبي، دول بيستحملوا السقعه. طب قول لي يعني ايه gas solubility؟ يعني الاماونت اوف الجاس اللي تصلفت في certain فوليوم اوف الووتر. يا جماعه مش الذوبان، هو الكونسنتريشن، والكونسنتريشن كان ماسك على فوليوم، هشوف اماونت اوف الجاس اللي ثابت في فوليوم معين من الميه او من المحلول، يبقى اسمه السولوبيلتي. ده ب 70 جرام في 2 لتر ميه يبقى السولوبيلتي 35 جرام بر لتر. طب ايه الفاكتورز اللي بتاثر على السولوبيلتي؟ هم حاجتين، او ممكن نقول التمبريتشر بتاثر على السولوبيلتي شويه، والسالينيتي، في ملح كتير ولا لا، الحراره عاليه ولا قليله. في العاليه الذوبان بتاع الغازات يقل، وفي املاح تقلل الذوبان. طب قول لي يا دكتور استخدامات الالترا فايلوت ليه في مجال الطب؟ في مجال الطب الالترا فايلوت بنستخدمها ان هي تعمل سيرجيكال ستيريلايزيشن، تعقيم الادوات الجراحيه. قلت لك الدكتور ياخد المشرط بتاعه يحطه في حاجه زي الميكروويف كده تقتل الميكروبس. طب في البنك نوت نشوف الفلوس حقيقيه ولا مصوره، فبنكشف عن الماني حقيقيه ولا لا. اوكي.